بص، انا بفرح لما تلاقي الاهلي بيكسب مباراة والدنيا كلها ضدك. بفرح لما تلاقي الاهلي ضد الحكام وبيكسب. بفرح لما تلاقي الناس كلها عايزة الاهلي يخسر وانت بتكسب. بفرح لما بتكسب فرقة زي المصري. بفرح لما تلاقي رابطة الأندية بتحرمك من أهم أسلحتك في ماتشين مهمين الجمهور وترجع وتكسب وتعمل ماتش كويس. بفرح لما تلاقي حكام ما عندهاش ضمير بتيجي ضدك وانت بتكسب. النهارده يا جماعه النادي الاهلي عمل مباراه كويسه. النادي الاهلي في الصداره بريمونتادا لاول مره في الصداره برصيد 49 نقطه في انتظار بكره مباراه البنك الاهلي مع بيراميدز، ويا رب التفوق للبنك الاهلي. النادي الاهلي في الصداره رصيد 49 نقطه ريمونتادا باربع اهداف. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كويسه، وانا في الماتشات يا جماعه اللي زي ديت انا مش هيفرق معايا الاداء. الاهلي عمل اداء ما عملش اداء، كل اللي يفرق معايا هم الثلاث نقط. 12 نقطة خدنا منهم 3، لسه 9 ماتشات، 9 نقط، 3 ماتشات، اتمنى ان احنا نكسب فيهم وباذن الله نكسب الدوري. طيب، النهارده انت بتتكلم على شخصية بطل. النادي الاهلي عمل مباراة كويسة باستثناء اول ربع ساعة. طبعا النادي الاهلي كان خارج الجيم، لكن حكاية اللي انت تسجل جون في الدقيقة 42 ويتلغى بداعي الاوفسايد، او انا ما اعرفش هو اتلغى ليه. يعني اتلغى لي، المخرج جاب الكرة بتدخل وسام على ماهر المحمدي والحكم رفع اوفسايد، الاثنين في حاجه. فده يقول لك ان هم اساسا هم لغوا الجون وخلاص، بالرغم ان هم عارفين ان الكرة جون، بس هم لغوه ليه؟ لان هم مش عايزين الاهلي يكسب. في نفس الوقت او قبلها لو كنت تجيب مصطفى الشهدي يكلم الغندور ان في كرة للتدخل قوي على مروان عطية تستاهل حالة طرد، كنت منتظر ان الفار يكلم حكم الساحه تعالى ده في تدخل قوي، طلع كارت احمر، لكن مفيش. ليه؟ لان حكامنا يا جماعه لما يكون حاجه ضد النادي الاهلي ما تمشي، ما تحسبهاش، مشي. لكن لما يكون حاجه في صالح النادي الاهلي فانت بقى ايه؟ اقف، حدد. لازم يبقى نظرك 6/6، لازم تراجع الكوره من اول ما اللعيبه دخلت الماتش. فدي حكام ما عندهاش ضمير. انا النهارده ما كسبتش المصري بس، ده انا كسبت المصري وكسبت الحكام وكسبت الزمالك وكسبت بيراميدز وكسبت رابطه الانديه اللي بتلعبني ماتشين مهمين جدا جدا من غير جمهور. انا النهارده النادي الاهلي ضد الجميع. النادي الاهلي النهارده في مباراه زي ديت ثبت ان انت شخصيه بطل. النهارده يا جماعه مباراه كويسه، مباراه قويه، ريمونتادا اهلاويه، 4 اهداف. برضه لما انت تسجل 4 اهداف في النادي المصري ده حاجه مش قليله. المصري طبعا زي ما انت عارف بينافس على التوب فور من اجل المشاركه في الكونفدراليه. فرقه برضه يعني عامله اداء كويس مع انيس بوجلبان، تقريبا دي الخساره الثانيه لهم في او الثانيه او الاولى تقريبا لهم في الدوري ان لم تخن الذاكره. لكن الفرقه على المستوى الفني فريق كويس. نادي المصري يا جماعه بدأ اول ربع ساعه بدايه قويه، بدايه ممتازه. الجنب الدفاعي بتاعنا يا جماعه للمره الثالثه بقول لك اهوت بعد مباراه بتروجيت، النادي الاهلي وخط الظهر النادي الاهلي في حاله مش كويسه. النادي المصري بدأ المباراة بتهديد في الثانية 40 رصيد صلاح محسن في العارضة، تهديد أول للنادي المصري. بعدها النادي المصري في الدقيقة الخامسة سجل أول هدف عن طريق برضه صلاح محسن. فأنت هنا كان لازم تتدخل. هنا أنا بشوف إن المصري بدأ التايم الأولاني أو بدأ الربع ساعة بتاعته مستغل سرعات جين إيبوكا عن الجنب الشمال في ظهر أحمد نبيل كوكا وعرضيتين، فكان لازم تتدخل. النادي المصري بدأ أول ربع ساعة عمل جيم كويس، تقدم، سيطر، استحوذ، هدد مرمى الأهلي في أكتر من مرة. النادي الأهلي ما بين الهدف الأولاني للمصري وما بين هدف التعادل ما كانش فيه رد فعل. فباستثناء أول 12 دقيقة وأول ربع ساعة للنادي الأهلي، لكن بعد كده الأهلي عمل مباراة كويسة. النادي الأهلي عمل عمل جيم كويس، سيطر على المباراة، استحوذ، اتحكم في رتم المباراة. النادي المصري بعد الهدف الاولاني يا جماعه بدا يلعب على المساحات، استغلال سرعات جين اوبوكا، بدا يلعب على الارتداد السريع بتاعه، ارتداد قوي جدا، فكان هو الاخطر في المرتدات. لكن في الدقيقه 18 او ابتداء من الدقيقه 18 اول تهديد للنادي الاهلي او اول رد فعل للنادي الاهلي عدم ظهور يا جماعه امام عاشور في الاونه الاولى كده. كانت بتقول لك ان مفيش ربط ما بين الخطوط. امام عاشور زي ما انت عارف ان هو بيكون همستر وصف، ان انا ازاي اقدر اربط ما بين الخطوط.
بالرغم اللي انت كان عندك اللامركزيه في الجانب الامامي، اشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، وسام، امام عاشور، لكن في حاله من عدم التركيز، وهي اللمسه الاخيره كانت بتضيع المجهود. بدا النادي الاهلي يخش، بدانا نشوف تحركات، توغلات من الاختراق من العمق، بدا النادي الاهلي كشر عن انيابه. بعد كده البطء في التمرير مشكله كبيره بيواجهها الاهلي. يعني حكايه لما انت يكون عندك بطء في التمرير، انت بتساعد الخصم اللي هو يركن الباص. فالنادي الاهلي طبعا في الدقيقه، زائد برضو ان المصري لما سجل الجون الاولاني بدا اللي هو يضيق عليك المساحات، فبيصعب عليك الدنيا. في الدقيقه 35 يا جماعه النادي الاهلي هدف التعادل عن طريق امام عاشور، وهنا بقى شغل المثلثات، تحرك وسام ابو علي واللعب على العرضيه لتحت. في تواجد امام عاشور سجل الهدف الاولاني، وامام عاشور طبعا يعني كده في صداره الهدافين برصيد 11 هدف. امام عاشور طبعا عمل جيم كويس، استمرار للتألق بتاعه. امام عاشور الراجل اللي جابه من الدنمارك ده راجل يشكر. النهارده امام استمراريه في العزف، استمراريه في الاداء اللي بيعمله. الراجل ده يا جماعه يعني ربنا يكمل كده ويكمل الموسم ومبقاش مصاب. بعد كده النادي الاهلي في الدقيقه 42 سجل الهدف الثاني عن طريق وسام ابو علي. انا ما اعرفش اتلغى ليه، ما اعرفش والله، واعتقد برضه ان الحكام مش عارفين هو الجون اتلغى ليه. حكايه لما انت تسجل جون في الدقيقه 47 وانت بتلعب ضد الخلق كلها، انت عندك شخصيه بطل. النادي الاهلي النهارده كان مجبر، او كان اللي هو لازم يطلع الشوط الاولاني كاسب. برغم ان انت لغيت لي مني جون في الدقيقه 42، انا سجلت جون في الدقيقه 47، فكان لازم اطلع كاسب التايم الاولاني. التايم الثاني يا جماعه، ودي الحاجه بقى اللي انا بحبها، التايم الثاني اللي انت بدات بنفس الطريقه اللي انت انهيت بها التايم الاولاني. وهي هنا مثل بقى اللي اقوله لك، نبدا من حيث انتهينا. يعني شوف انا فنشت التايم الاولاني ازاي، هبدا التايم الثاني نفسها. النادي الاهلي في التايم الثاني يا جماعه تقدم، بدا اللي هو يلعب ضغط عالي، ضغط مبكر، بدا اللي هو يمنع الفريق المصري من البيلد اب، حرم المصري من كل حاجه، قدر اللي هو يقفل المساحات. بعد كده طبعا في الدقيقه 47، في الدقيقه 53 تسديد طاهر محمد طاهر، في الدقيقه 57 هدف ثالث عن طريق وسام ابو علي. وسام يا جماعه يعني الراجل ده كور الثابته اللي بيحطها جون احنا ما شفناش من ايام ابو تريكه، من ايام ابو تريكه والله. فوسام النهارده مع المباراه اللي فاتت بدانا نقول بقى ايه، عوده وسام الحقيقيه، عوده وسام اللي كنا نعرفه قبل الاصابه. هدف في المباراه اللي فاتت، وهدف في مباراه بتروجيت، وهدف في مباراه النهارده، فثلاث ماتشات على التوالي الراجل بيسجل. فعوده بقى، يعني وحشنا الاجوان بتاعت وسام. الراجل النهارده جاب جون واتلغى، الراجل النهارده جاب جون من ضربه حره في الدقيقه 57. النادي الاهلي في اول ربع ساعه اكلينيكيا موت المباراه، تحكم في رتم اكبر من المصري اللي هو خلاص يستسلم او يرفع المنديل، فتح المساحات. لما يفتح المساحات قدام النادي الاهلي النهارده، كان الاهلي ممكن يسجل من اكثر من اربع خمس اجوان. في الدقيقه 69 شفنا طبعا فرصه اشرف بن شرقي، وهنا اتمنى اللي هي تكون انطلاقه حقيقيه لاشرف بن شرقي. النهارده الراجل ده عمل اداء كويس، وعمل فتره كويسه، وعمل مباراه كويسه. طبعا استغلال المساحات مع كريم العراقي، طبعا في فدان قدر اللي هو يستغله. تسديدات لاشرف بن شرقي النهارده في الدقيقه 75، احتساب ضربه جزاء للنادي الاهلي، طبعا هدف رابع لامام عاشور. هنا كان المباراه ممكن تخلص 4-1، هنا كان المباراه ممكن تخلص اكتر من 4، لكن النادي الاهلي او طبيعه اللاعب المصري بتيجي في الاخر كده لما يكون الفرق كبير تتراجع. ده حاجه طبيعيه في الكره المصريه عندنا احنا بس. لكن النادي المصري استغل في الحاجات ديت. طبعا في الدقيقه 80 هدف ثاني للمصري عن طريق فخر الدين بن يوسف، وهنا لازم تتكلم على محمد الشناوي. بالرغم ان هي كره فخر الدين بن يوسف طلع وركب الكوره، سبق تقريبا مش فاكر مين، ياسر ابراهيم او مصطفى العيش، لكن بصرف النظر الكوره كان ممكن الشناوي يجيبها. فالشناوي النهارده انت لو جيت تقيمه هتلاقيه 4 من 10. فدي كوره هي في الايد، ما هي صعبه، ما هي صعبه. يعني ليه انا برجع المصري في الجيم تاني؟ هي المباراه كانت خلصانه كويسه، المباراه النهارده كانت ماشيه كويس، اطلع 4-1 احسن ما اطلع 4-2. ليه؟ زي انا كنت ممكن ازود كمان في عدد الاهداف بتاعي. في حكايه اللي انت بيخش فيها جون تاني ملوش اي لازمه، تحس ان هي بتزعلك. لكن طبعا الحاجات دي مش هتفرق. اهم حاجه الثلاث نقط، والنادي الاهلي في صداره الدوري. كل التوفيق وان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، في انتظار المرحله اللي جايه، في انتظار مباراه بكره البنك الاهلي مع بيراميدز.
باذن الله. طيب نيجي يا جماعه على تقييم اللاعبين النهارده يا جماعه. لو جيت اقول لك يعني تقييم محمد الشناوي على المستوى الشخصي، انا بديله 4 من 10. ليه؟ ما اعرفش. يعني الجون الاولاني كان ممكن، لا الجون الاولاني صعب، الجون الثاني كان ممكن يجيبها. انا شايف اللي هي ممكن يجيبها. طيب محمد هاني على المستوى النهارده، محمد هاني يعني 5 من 10. ياسر ابراهيم ما اعرفش في ايه قلب الدفاع بتاعنا، ما اعرفش. ياسر ابراهيم 3 من 10. ربيعه في التوقيت اللي هو لعبه صفر، ده رامي ربيعه. العش النهارده على الاداء اللي عمله مع جين اوبوكا، وازاي اللي هو قدر يوقف خطوره جين اوبوكا، بالرغم اللي هو برضه كان سبب في اللي هو ما طلعش مع فخر الدين بن يوسف في الجون الثاني. لكن مصطفى العش النهارده الشوط الثاني او بدايه من اول ما نزل لحد انتهاء المباراه 7 من 10. احمد نبيل كوكا النهارده تاني اولاني مش قد كده. احمد نبيل كوكا في كوارث عنده في الظهر، 4 من 10. عمرو السولية النهارده عمل مباراه كويسه جدا، 8 من 10. مروان عطيه استمرار برضو نفس الاداء، 8 من 10. امام عاشور النهارده 9 من 10. امام عاشور يا جماعه يعني بيقول لك بقى ان انا خلاص بعمل كل حاجه، 9 من 10 امام عاشور. حسين الشحات الفترة اللي هو لعبها 5 من 10. طاهر محمد طاهر النهارده عمل جيم كويس، 7 من 10. جراديشار في الشوية اللي هو لعب فيهم 3 من 10. وسام النهارده عودة للاعب ده، عودة يعني للتهديف او استمرار للتهديف. وسام النهارده 6 من 10، 7 من 10. قفشه في الشوية اللي هو لعبهم 5 من 10. بن شرقي اتمنى زي ما قلت لك اللي هي تكون انطلاقه حقيقيه لاشرف بن شرقي. النهارده اشرف بن شرقي يا جماعه 7 من 10. كل الدعم وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه، مرحله صعبه، 3 ماتشات نكسبهم باذن الله الدوري في الجزيره. السلام عليكم.